زي بالظبط انا دايما اقول كل شويه انا جمال العدل، انا مدحت عادل، مع احترامي لسامي الله يرحمه، احنا بندعم الزمالك. جنيه واحد دفعتوه للنادي في تاريخكم؟ ولا جنيه. منظر على الفاضي تاني، ولا جنيه ولا تعريفه. واللي ممدوح عباس اللي حجز على النادي، ها، ودلوقتي هو حاكم النادي، وعيل اسمه بدر، ما اعرفش اسمه بدر ايه جوه النادي، معلق صورته. عايز اقول له اللي انت معلق صورته ده في المبنى اللي انت فيه ده انا بانيه على حسابي، والمكتب والترابيزه دول اللي انت قاعد عليهم يا بدر، اسمه بدر حامد باين، على حسابي. وشوف ممدوح عباس بيقول لك ان هو كان الاول تبرع 20 مليون، خدوا 110، كله شيكات. ليه بس سؤال، انت عارف انا متبرع بكام يا عباس؟ 200 مليون جنيه. وكل مره بتحدى حد في مجلس بتاع اللجنه اللي حاطينها دلوقتي متعينه يطلع يقول الكلام ده مش مظبوط، الايصالات كلها عندك 200 مليون جنيه. يعني اللي ممدوح عباس ذلل بيهم النادي بقى له من 2015 لغايه دلوقتي 20 مره. احنا عمالين نتفرج. لو الرياضه استمرت بالطريقه دي والباشا متدخل بمناخيره في كل حاجه، ما تقوليش جيش ايه؟ جيش ماله؟ هو الجيش هو اللي خطف الولد مهند؟ ما انا بقوله على الهوا اهو. وحصل اجتماع في بيت محمد حلاوه ايام ما كان هو والاخ وليد وكان دياب قبل ما وليد ياخد النادي، تمام؟ جينا اتكلم في مهند، قال لك لا ده مضى خلاص. والباشا قال له هلا تسال فيه. جينا نتكلم في جنش لو تفتكروا، قالوا لي ده احنا اتحايلنا على حسين لبيب، العقد اللي عامله دون ان هو الولد لو دفع 3 مليون جنيه في اي وقت يمشي، وده اللي حصل، تمام؟ النهارده بندفع بال 50 وال 60 مليون للعيبه للاسف الشديد. يا جماعه القصه مش احمد رفعت الله يرحمه، القصه لازم الوسط الرياضي يتطهر والاعلام يتطهر.